العيد خلاص قرب ومفيش احلى من الصينيه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده دي. هنعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه، وهيطلع معاكي كمان مقرمش من بره وطري من جوه. هقولك على كام تريكايه تظبطه معاكي وكمان يطلع معاكي باللون الجولد القمر ده ومورق كده. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد. ونبدا اول حاجه وهي تعصيج اللحمه. هاتي الطاسه بتاعتك، واهم حاجه الطاسه بتاعتك تكون سخنه. انزلي بكميه اللحمه اللي انت محتاجاها. ايدي مستمرة في التقليب لغاية ما اللحمة اللون بتاعها كده يغير وتشوح معايا كويس. معايا بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة او متقطعة مكعبات او مبشورة اللي يريحك. هنزل كمان اخر حاجة بمعلقة كبيرة سمنة. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر. انا مش هكتر توابل علشان ما اغيرش طعم اللحم. كده انا خلصت العصاج بتاعي، هركنه بقى على جنب. اهم حاجه علشان صينيه الرقاق تطلع معاكي كده دسمه وحلوه، لازم تكون الشوربه بتاعتك دسمه وسخنه. هجيب بقى كميه الشوربه بتاعتي واصفيها واركنها برضو على جنب. انا هنا هستخدم نص كيلو رقاق، هحاول ان انا اقسمه. النص كيلو لو 10 وحدات هقسم 5 و5. اول 5 هشتغل بيهم. هحاول ان انا اجيب الصينيه على مقاس الرقاق عشان ما اكسرهوش كتير. هاتي بقى كميه السمنه بتاعتك، بلدي او عاديه اللي عندك استخدميه. سيحي بس السمنه وادهني الصينيه بتاعتك دهنه حلوه علشان الرقاق بتاعك ما يلزقش. وابدأي انزلي بالرقاق في الشوربه وما تسيبوش كتير، طلعيه على طول عشان ما يبوش. وابدأي رصي، وبعد كده حطي رشه سمنه ومعلقه لبن، بتنقل معاكي الصينيه في حته تانية خالص وبتخلي طعم الرقاق حلو قوي. هخلص بقى كل كميه الرقاق بتاعتي. هبدا انزل بالعصاج بتاعي كده واحاول ان انا اوزعه كويس عشان لما تقطعيه صينيه الرقاق بتاعتك تبقى كل قطعه فيها كميه لحمه كويس. انا كده خلصت اللحمه. هبدا برضو انزل بكميه الرقاق اللي احنا شلناها مع بعض في الاول. هنزل برضو في الشوربه، وبعد كده هحط رشه سمنه ومعلقه لبن. وانتي شغاله بقى في الصينيه بتاعتك، شغلي الفرن على درجه حراره 180. ويلا نشوف مع بعض اللون الجولد القمر ده طلع ازاي وضفنا ايه علشان يطلع معاكي باللون الحلو ده. اهم حاجه انا كده قفلت الصينيه بتاعتي. هقطعها بالطريقه اللي تريحك او بالشكل اللي يريحك قبل ما ادهن الوش بتاعي سمنه. انا كده قطعتها. هنزل بقى بمعلقتين 3 سمنه. المعلقه بقى اللي هتخلي لك اللون يطلع معاكي جولد كده قمر، معلقتين 3 لبن. ادهنيهم كده على الوش وشوفي اللون هيطلع معاكي ازاي. هدخلها بقى على الرف اللي في النص على درجه حراره 180، مشغله الفرن من قبليها. وهشغل الشوايه اخر 5 دقايق، هتطلع معاكي باللون الجولد القمر ده، وكمان مقرمشه من بره وطريه من جوه. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.